السلام عليكم ويا هلا بالحلوين. الفيديو ده بالنسبة لي من أمتع الفيديوهات اللي عملتها علشان بحضر له بقاله فترة، وكنت حابة انه يطلع بألطف شكل. كمان أعتقد ان انتوا كمان هتحبوه هتستمتعوا بيه. النهاردة هنعمل باليت من عجينة الاير دراي كلي، ومشهورة جدا في المكتبات بعجينة السيراميك، وبالرغم ان هي مختلفة مع عجينة السيراميك في خصائصها، واتكلمت عن الاختلافات دي في فيديو قبل كده ممكن تشوفوه. هحط لكم اللينك بتاعه. خليني احذر من حاجه، ان العجينه دي ما ينفعش نستخدمها ان احنا نعمل كوبايات او اطباق ونستخدمها على طول. لازم تتجلز قبل ما نستخدمها ان احنا نعمل بيها كوبايات او ناكل ونشرب منها. والجليز ده ممكن اتكلم فيه في اخر الفيديو. وخلينا نتكلم في الادوات. العجينه دي انا اول مره استخدمها، بس بصراحه كانت رائعه جدا، وكمان نشفت معايا بسرعة. يعني انا قلت ان هي هتاخد مني 48 ساعة ان هي تنشف، على الرغم ان البالت كانت تخينة، ولكنها اخدت 24 ساعة بس. الادوات دي انا جبتها جديدة علشان تسهل عليا في حفر البالت ذات نفسها. والادوات دي ادوات نحت. تمام كده. المفروض ان انا العصيان دي هجيبها علشان جبتها اول مره استخدمها بصراحه وحبيتها قوي، قلت ان هي هتظبط معايا الاطراف. طيب انا قبل الادوات دي انا كنت بستخدم السكاكين. طقم السكاكين ده بصراحه حلو جدا، وبرده يعني كان بيقضي الغرض. ودي بقى اسمها الفراده. طبعا اخدتها من مطبخ ماما، ان شاء الله ما تشوفش الفيديو. وبخاخ الميه ده مهم معانا. لما نيجي بقى نفتح العجينة هناخد منها على قد ما هنستخدم بالظبط، وحاولوا ما تبوظوش الكيس زي ما انا ما عملت، لان الكيس ده قوي جدا وبيحفظ اي بواقي من العجينة من انه ينشف. انا كنت عايزة اعمل البالت كبيرة نوعا ما، او عايزة اعملها حجمها متوسط، فاخدت الكيس كله، يعني اخدت ال 500 جرام كلهم. وبعد الحفر هتشوفوا طلعت معايا قد ايه. طلعت معايا كمية حلوة برضو، هستخدمها مرة تانية. اهم حاجة اي حاجة تتبقى من العجين تحفظوها في مكان كويس، يعني سواء الكيس ده او اي كيس تاني، ولكن تخلوها يعني تحطوا لها شوية مية في الكيس، وبعد كده تحفظوها وتلفوها ببلاستر علشان ما تنشفش منكم. اهم اداة بقى انا ما اتكلمتش عنها، وهي البورد اللي انا شغالة عليها دي، اللي اتبهدلت خالص معايا، بس بصراحة البورد دي تحفة جدا معايا. وكنت جايباها من فترة، وهي من MDF، من خشب MDF. تمام كده. طيب لو ما عندكوش الخشب ده، فانتوا ممكن تستخدموا اي قماش قطن عندكم، تبتدوا تحطوا عليها العجينة وتفردوا. تمام كده. وما تقلقوش، العجينة لما بتنشف ما بتمسكش في الحاجة اللي هي بتكون مفروضة عليها. في الاول انا كنت بمسك العجينة وبفردها الاول في ايدي، يعني بقطعها اكتر من قطعة وببتدي ان انا اعجن بيها مرة تانية، ولكن حسيت ان ده بياخد مني مجهود اكبر، يعني اخدتها من الكيس على طول وابتديت ان انا افرد فيها. كانت جامدة بصراحة شوية، وعشان كده كنت بفرد بايدي الاتنين باقصى قوة عندي، ولكن النتيجة كانت كويسة جدا من اني افضل افرد في العجينة الاول، وبعد كده ارجع افردها تاني على البورد، وكمان ممكن تقطع مني. فالخطوة دي ما خلتش العجينة تقطع مني خالص، واتساوت يعني اتفردت معايا بسوى واحد. هنا انا هفضل افرد فيها لحد لما تديني المقاس اللي انا عاوزاه بالظبط. وخلوني اقول لكم ان انا ما رضيتش برضو ابلها بميه علشان ما تمسكش في الفراده اللي انا بفرد بيها، وممكن تستخدموا الفراده الكبيره لو انتوا حابين. انا استخدمت الفرادة دي على الكيس كان 500 جرام، بس لو انتوا هتستخدموا في كيلو اصلا ممكن تستخدموه، بس هتحتاجوا الفرادة الكبيرة لو انتوا هتعملوا حاجة كبيرة قوي. واستخدمت المسطرة في ان انا اقطع، كنت هعمل البالت مربع. المسطرة بالنسبة لي سهلة جدا من ان انا استخدم سكين او استخدم اي حاجة تانية، هتخلي لي الاطراف متساوية. انا هعمل البالت بتاعتي مربعة، فانتوا ممكن تختاروا اي شكل تاني يكون مختلف وتعملوه وتنفذوه. وكمان ممكن تبعتولي النتيجة على الانستجرام. انا على فكرة يعني بتبسط بالنتائج اللي بتبعتوها لي جدا، وتجاربكم من الفيديوهات بتاعتي. وخليكم مركزين باي عجينة تطلع زيادة من الشكل بتاعكم تحفظوها على طول في الكيس، وما تنسوهاش، لان انا وانا بصور تقريبا نسيت برضو جزء من العجينة بره. الحمد لله لحقتها، ولكن خلي بالكم لان العجينة دي لما بتنشف خلاص كده مش هتعرفوا تستخدموها تاني. هنا بقى انا قطعت كل الاطراف بسوا واحد، السكاكين اللي انا بستخدمها دي بصراحة يعني سهلت عليا ان انا اقطع الاطراف من غير يعني ما يحصل اي مشكلة في الشكل العجينة الاساسي او شكل البالت.
وخلي بالكم وانتوا بتفردوا البالت او ان انتوا بتفردوا العجينه في الاول خالص تخلوا سمك البالت تخين، عشان لما نيجي نحفر ونشتغل على البالت هوريكم برضو ده في الفيديو، ما نحفرش للاخر او ان العجينه تبوظ معانا بسبب الحفر. وهنا انا بعد ما جمعت كل الحاجه اللي زايده، العجين اللي زايد اديته شويه ميه كده عشان يسهل معايا، وهحطه في الكيس بتاعه. ولازم يتقفل كويس جدا، لان لو سبته حتى يعني هوا شوية بسيطة يدخلوا للكيس هتنشف. وده بس اللي اتجمع من الاطراف، ولسه فيه اللي هيتجمع من حفر الباليت. فاعتقد ان هو ممكن يا اما يعمل لنا باليت صغيرة او ممكن يعمل لنا كوستر. انتوا كمان ممكن تعملوا هولدر للفرش من العجينة اللي اتبقت معاكم. انا عملتها في فيديو قبل كده برضو، ممكن احط لكم برضو اللينك ترجعوا تشوفوه. هنا بقى انا كنت بوريكم السمك بتاع البالت بعد ما خلصته قد ايه، علشان لما اجي احفر الحفر بتاعي يكون مثلا عميق شوية، علشان الالوان او البالت دي طبعا لالوان المية فقط، مش هنحط عليها ولا الوان اكريليك ولا الوان زيت. تمام كده، هتبقى الالوان المية بس. لما هنيجي نحفر بقى هنحفر بالراحة، يعني مش هنغرز الأداة دي. أنا بصراحة مش عارفة اسمها ايه بالظبط يعني، ولكن يعني هنحفر بالراحة. وكل لما نحب ان احنا نحفر زيادة أعمق لتحت هنحفر برضو يعني سمك صغير خالص. الناس بقى اللي ليها في النحت وتعرف في أدوات النحت ممكن تقولي الأدوات دي اسمها ايه بالظبط، لأن أنا واثقة ان كل أداة ليها اسم. وبصراحة الأداة دي يعني ساعدتني جدا. غير السكاكين برضو كانت كويسة معايا، أنا كنت عملت بالت قبل كده صغيرة بس ما صورتهاش. يعني السكاكين قضت الغرض معايا، ولكن الأداة دي فعلا خلت يعني لو أنا هعمل البالت في نص ساعة، لا أنا هعملها في مثلا ربع ساعة. فكانت حلوة جدا وبالظبط يعني مطلعالي الحروف بالظبط زي ما أنا ما عايزة. ضروري ان احنا نرش العجينة كل شوية او لما نحس ان هي نشفت، لان كل لما العجينة تكون طرية كل لما الاداة دي بتحفر كويس جدا، وما بتكونش يعني العجينة مش بتعكس الاداة. فاهمين قصدي طبعا. فكنت كل شوية بستخدم المية، يعني ان انا كل شوية ابقى ارشها بشوية مية، بحيث ان العجينة تكون سهلة كده معايا وطرية وتطلع معايا بكل سهولة. انا مرضتش بصراحة اقطع من الفيديو اي جزء علشان تشوفوا الخطوات كلها كاملة. هتلاقوا خطوات انا مسرعاها مثلا كتير، ولكن مش هقطع من الفيديو اي حاجة. انا في العادي بقى بسيب الخطوات شغالة او الفيديو شغالة وبحط اي ميوزك. بس بصراحة الفترة اللي فاتت جات لي كومنتات كتيرة مش حابين فكرة ان الباك جراوند تكون موسيقى، وانا هحاول على قد ما اقدر يعني ان فيديوهات الفترة الجاية ما تكونش الباك جراوند فيها موسيقى كتير. وبما ان نحت البالت هياخد دقايق طويلة شوية، فخليني اشارككم قصة سمعتها مؤخرا من ناصر العقيل. كان عنوان الفيديو كن مهووسا، وحكى عن لاعب سلة اسمه مايكل جوردن. وحرفيا الحلقة دي من اجمل الحلقات اللي سمعتها مؤخرا بشكل عام، فانا فعلا برشحها لكم واسمعوها. مايكل جوردن كان كل اللي عمله حرفيا ان هو ركز على لعب كرة السلة، واي نجاح وصل له فعلا بسبب انه ركز بس انه ازاي يلعب كرة سلة بشكل افضل، ومركزش بقى هيلعب فين ولا الفرق المنافسة ولا المستقبل وهيكسب الدوري ولا لأ. مركزش في اي حاجة حرفيا غير انه ازاي يلعب كرة سلة بافضل شكل ممكن. وكل وقته بمعنى كلمة كل وقته كان مقضيه في اللعب والمباريات والتحديات فقط لا غير. وفي مرة كان حابب ان هو ينضم لفريق كرة السلة في مدرسته، بس اترفض. رجع البيت وقتها وكان بيعيط، فوالدته قالت له خلاص انت عملت اللي عليك، وانت دلوقتي عندك الاجازة وفي يعني الصيف كله اتمرن كويس واتدرب كويس وطور نفسك، واكيد لما تطور نفسك ولعبك هما يعني هيقبلوك. فانت طور من نفسك وارجع قدم مرة تانية واكيد ان شاء الله هيقبلوك. المدرب بقى اتكلم عن مايكل جوردن لما اتطرد ورجع مرة تانية بعد اجازة الصيف. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الفرق كان واضح جدا في كل حاجة. كل حاجة متغيرة تقريبا، قوي بدنيا، سريع، ماهر، لياقته عالية جدا وتسديداته دقيقة، وهداف اكتر من رائع. المهم ان هو فضل فترة بسيطة في الفريق وراح للNBA وطلع من قائمة افضل لاعيبة كرة سلة في السنة دي. الفريق اللي لعب فيه مايكل جوردن اسمه شيكاغو بولز، حرفيا فريق غير معروف ومش مكتوب في التاريخ اصلا. اول رسالة قالها مايكل جوردن لما راح الفريق ده ان شيكاغو بولز ما عندوش ولا بطولة للNBA، بس لما اجي اعتزل هيبقى معانا اكتر من بطولة.
اللطيف بقى ان لما كان بيلعب في النادي ده كانت المدرجات كلها فاضية ومفيش اي مشجعين، بس مع اول مباراة اتذاعت لمايكل جوردن من المباراة اللي بعديها كانت المدرجات حرفيا كلها فل، وكانت التذاكر كلها اتباعت. كل الصحفيين كتبوا في كل الصحف ستار از بورن، وفي المقابل كان مايكل جوردن حرفيا كل اللي مركز عليه ازاي يلعب كرة سلة بشكل افضل، وده لانه حرفيا كان مهووس بيها وكان مهووس بالحاجة اللي بيحبها. الالطف من اللطيف بقى اللي عدى ايه، ان مايكل جوردن لما جه يعتزل فريق شيكاغو بولز كان فايز يا جماعة ب6 بطولات NBA. انتوا متخيلين؟ يعني مش واحدة او اتنين، وفي فرق لحد النهاردة اصلا مش عارفة تاخد واحدة. قصة مايكل جوردن كانت في كتاب كاردون، وكانت رسالته من القصة دي ان هو علشان تكون انسان حرفيا فتاك في مجالك وشخص بارز وملكش مثيل وملكش يعني حد يقارن بيك، خليك مهووس بالحاجة اللي بتحبها هتنجح وتبقى شيء عظيم. ولو هتاخدوا نصيحتي بقى حاولوا تشوفوا الحلقة دي، اسمها كن مهووسا، حرفيا حلوة جدا وبتديكوا دفعة كده وطاقة ايجابية وحلوة، يعني لازم تشوفوها. والناس اللي بتتعرض للارت بلوك كتير بجد انا برشح لكم الحلقة دي، فادتني كتير جدا. خلونا نرجع للبالت بتاعتنا بقى، احنا لسه ما خلصناهاش. مش حابة بصراحة ان انا اقص فيها اي خطوة زي ما قلت لكم، ولكن اللي انا حابة اقوله ان اكيد انتوا شايفين الفرق ما بين اول حاجة انا عملتها، وده هسميه البوكس الخامس مثلا. فلا فرق معايا فكرة ان المية ساعدتني جدا بان انا الحفر يكون سهل وانه يكون كمان متساوي. اول 3 انا عملتهم صغيرين نوعا ما، فقررت ان انا هعمل ال3 التانيين يكونوا اكبر سنة بسيطة، وان انا هحاول اساوي ما بينهم في الاخر. تمام كده. بالنسبة بقى للجليز اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو، لما قلت لكم لو حابين ان انتوا تستخدموا العجينة دي فان انتوا تعملوا منها اكواب او تعملوا منها اطباق وتستخدموها ان انتوا تاكلوا فيها او تشربوا فيها، ففي مادة اسمها مادة الجليز. المفروض ان هو موجود في مصر، وبيستخدموا الجليز الايطالي الفاتح، تمام، لانه فيه تقريبا منه لونين، ودي لحد معلوماتي او دي معلوماتي اللي انا اعرفها، لان اخر فيديو انا عملته للاير دراي كلاي كل تقريبا او نص الكومنتات كتبوا لي ليه انت عامله كوبايه لما العجينه ما تصلحش للشرب، وازاي نخلي العجينه صالحه للشرب. ساعتها انا عملتها كوبايه ان انا ادرب فيها الالوان، ودي حاجه انا قلتها في الفيديو ومحذره كذا مره في الفيديو ان احنا ما ينفعش نستخدم العجينه دي استخدام نشرب فيها او ناكل فيها، تمام كده، بعد ما بنلون. لان بديهي كل الالوان اللي حاطينها كانت الوان اكريليك او الوان حتى يعني ايا كان الالوان اللي احنا استخدمناها، او حتى لو ما لوناهاش فهي العجينه مكتوب عليها تحذير ما ينفعش ان احنا نستخدمها للاكل والشرب. الجليز دي زي ما قلت لكم دي ماده انا معرفش بصراحه هي بتتباع فين، ولكن لو تعرفوا اي حد او تعرفوا اي ورشة للفخار هم بيكونوا عارفين الكلام دوت وبيكونوا عارفين اسعارها. كمان عايزة اقول لكم ان الجليز ده لازم يتحرق في افران مخصصة للفخار، تمام كده. ده هو ليه درجة حرارة معينة، حتى مش هتنفع بالافران بتاعتنا بتاعت البيت. بس في ناس بتعمل ايه لو انتوا حابين تعملوا كوبايات او ان انتوا تعملوا يعني اطباق زي ما قلت لكم في الاول وتلونوها وتجلزوها مثلا، في ناس بتعملها في البيت وبتوقفها عند مرحلة التجليس وبتروح لأي ورشة فخار وبتدي الكمية مثلا اللي هو عملها، وبتبتدي تتفق مع الورشة دي ان هم هياخدوا مقابل مادي طبعا قصاد التجليز والحرق. هل انا عملت التجربة دي ولا لا؟ لا. طب انا جايبه المعلومات دي منين؟ لان انا كنت بتعامل مع ورشة فخار، بس كنت باخد منها فخار، وكنت كمان باخده مش متجلس خالص، لان انا كنت حابة ان انا ارسم عليه، لان انا كل استخداماتي للفخار هو استخدامات للديكور. اتمنى ان المعلومة دي تكون وصلت لكم كاملة، واتمنى ان ما يكونش فيها يعني اي استفسارات، يعني ما كنتش موضحاها. ولو في اي استفسارات طبعا تبعتولي على الانستجرام او اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هحاول ارد على كله ان شاء الله. البالت دي انا كنت عامله حسابي ان هي هتاخد 48 ساعه في ان هي تنشف، بس بصراحه العجينه اخدت 24 ساعه بس. ما تحاولوش ابدا تشيلوا البالت من مكانها، لان انتوا لو فكرتوا تشيلوها من مكانها وجيتوا تحطوها في مكان تاني هتتقوس يا اما من الاطراف او من النص،
فمن اول لما تيجوا تفردوا العجينة او ان انتوا تستخدموها او ان انتوا تبتدوا بالحفر البالت بتاعتكم، حطوها في مكان تكونوا مش هتشيلوها منه خالص. وما تقلقوش، زي ما قلت لكم هي اصلا العجينة بتتحرك معايا وانا شغالة لان هي سمكها تخين، مش هتلزق في الحاجة اللي انتوا هتحطوها فيها، سواء اذا كنتوا فردتوا على قماشة قطن او على خشب MDF زي اللي انا برسم، زي اللي انا بحفر عليه كده. الفيديو طويل شويتين بس حاولت على قد ما اقدر ان انا اقول لكم كل المعلومات عن الاير دراي كلاي وازاي تستخدموها او طريقة ان هي تنشف او اي معلومات عنها. وفي معلومة برضو اخيرة انا نسيت اقولها في الاول، وهو ان لو حابين تجيبوا العجينة دي مثلا للاطفال فخلوا بالكم العجينة دي للاستخدام فوق 3 سنين مش قبل كده. ولو عايزين اسامي المكتبات اللي انا جبت من عندها العجينة والادوات ابعتولي على الانستجرام، هبعت لكم كل التفاصيل. هكون مبسوطة قوي لو جربتوا البالت دي ان انتوا تعملوها وتسمعوا كده البودكاست اللي انا رشحته لكم او اي بودكاست انتوا بتحبوه، وتاخدوا كده فاصل جميل من اي انشغالات حواليكوا، وتجربوا تعملوا قطع كده من صنع ايديكوا وتحطوها في المرسم بتاعكوا، ومع كل رسمة تستخدموا البالت دي. بالنسبة للعزل والتلوين احنا هنتكلم عليهم في فيديو تاني لان الفيديو ده طول زيادة عن اللزوم. وحرفيا اهم نقطة في البالت كلها هي نقطة العزل بعد التلوين. طبعا العزل ده اللي بيخلي ان مثلا لو استخدمنا مية كتير على البالت ان هي ما تأثرش في البالت، على الرغم ان انا جربت البالت دي من غير عزل في المية ومجرلهاش اي حاجة، ولكن نقطة العزل مهمة جدا جدا. فانا هتكلم في الفيديو الجاي عن نوعين عزل نستخدمهم وانا بفضل انهي نوع عن التاني. دي خلاص بقت البالت بتاعتي المفضلة علشان لو رسمنا كتير مع بعض الفترة الجاية فتبقوا حافظين شكلها. وهنا انا زودت مية وحاولت ان انا اساوي الحروف والاطراف بايدي وبالعصاية دي، ولما لقيت اي زوايد بصراحة العصاية دي فادتني جدا. انا مش عارفة برضو اسمها ايه ولكن هي كانت مفيدة جدا. فلو هتستخدموا العجينة دي كتيرة وهتجيبوها اكتر من مرة فهاتوا الادوات دي. ولو انتوا عايزين فيديوهات كتيرة عن العجينة دي فاكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو حابين ان احنا نتكلم عن حاجات مختلفة اكتبوا لي برضو رأيكم تحت في الكومنتات. هنا بقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو خلاص، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن التلوين والعزل. هحط لكم النوع الالوان اللي هنشتغل بيها وكل حاجة خاصة بالتلوين والعزل. وكمان عايزة اوريكم الكمية اللي اتبقت من العجينة من بعد ما احنا حفرنا بيها، فعلا كانت كبيرة قد العجينة اللي فاتت. خلي بالكم وشيلوها كويس للفيديو الجاي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.